مبروك، انت كده عملت اول برنامج ليك. السلام عليكم، ازيكم؟ انا محمد، ودي اول فيديو في سلسله بايثون. في الفيديو ده هيبقى اول فيديو لينا في سلسله تعليم بايثون لاي حد حابب ان هو يبدا في البرمجه، وحابب ان هو يتعلم اساسيات البرمجه عن طريق بايثون. لغه بايثون واحده من اللغات المهمه جدا، بيتم استخدامها في داتا ساينس، في داتا اناليسز، ماشين ليرنينج، في كل حاجه تقريبا. طبعا الاساسيات دي تقدر تطبقها على اي لغه برمجه تانية، ولكن هنستخدم بايثون لانها واحده من اللغات المهمه جدا. فالبلاylist دي هتكون مقدمه كويسه جدا او كفايه لاي حد حابب ان هو يبدا في مجال البرمجه وياخد فكره عن ازاي ان هو يعمل اول برنامج ليه، لحد حتى ما نبدا في مشاريع متقدمه ليها علاقه اكتر باكسبلورنج الداتا، وازاي ان احنا نعمل داتا اناليسز عن طريق libraries من بايثون. لكن في البلاي ليست دي هنركز اكتر على الاساسيات، وهستعين بكتب هي exploring Python using Python 3، وبرضه كتاب Python Basics من Real Python. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم، و اتمنى تكون البلاي ليست مفيده، ويلا بينا نبدا الفيديو. اوكي يلا نبدا. احنا اول حاجه هنحتاجها قبل ما نبدا ان احنا نعمل حاجتين او ننزل حاجتين. اول حاجه ننزل لغه بايثون لو احنا اوريدي مش منزلينها، او بايثون انتربريتر، يعني هنفهم كلمه انتربريتر ايه هي بعدين. وان احنا ننزل فيديو ستوديو او اي تكست اديتور او كود اديتور مخصص للبرمجه. انت ممكن عادي تكتب الكود عادي خالص على نوت باد او اي حاجه وتعمله سيف، وبعد كده تعمل ران ليه بعدين بقى وتعمله كومبايل. حلو. ولكن طبعا هيبقى اسهل لك كتير ان انت تستخدم كود اديتور. انا في الحاله دي هستخدم فيجوال ستوديو كود. هو بيبقى اسهل حاجه في التعامل وليه اكستنشنز كتير، واضافات ممكن تستخدمها ان انت تسهل عمليه الكودينج يعني. وبعدين ممكن طبعا تانتجريت فيه اي زي كوبايلوت مثلا. استخدم مثلا كوبايلوت بيساعدني جدا في كتابه الكود. فهنحتاج فيجوال ستوديو كود، وهنحتاج ان احنا ننزل بايثون. هنحتاج الاثنين دول ليه؟ عامه البرمجه او لغات البرمجه بتحتاج طبعا كومبايلر، لان هو هيترجم الكود اللي احنا هنكتبه ده بلغه برمجه معينه لماشين لانجوج. الماشين لانجوج هي ايه؟ هي عباره عن، طبعا انتوا عارفين ان الكمبيوترز بتشتغل عن طريق ماشين لانجوج اللي هي زيروز وانز عادي خالص. الماشين لانجوج هي اللي بتخلي البروسيسور يتفاعل بشكل معين عشان يعمل لنا التاسك اللي احنا عايزينها اللي احنا كتبناها في الكود. حلو، ده الكومبايلر. الانتربريتر زي بايثون مثلا، دي لغات معموله ان هي اصلا بتترجم لهاي ليفل لانجوجز، ولكن بسنتكس مختلف عنها. فهو بيقرا الكود سطر وسطر، وبعد كده يعمله رن عن طريق لغه تانية. في مثلا حاله بايثون هو بيشتغل بسي. فبس الانتربريتد لانجوجز دي بقى اسهل كتير ان احنا نتعلمها. هي بتكون ابطا من العادي لان هي بتترجم الاول لسي مثلا في حاله بايثون، بعد كده السي بيتعمل لها كومبايل وبتبقى ابطا، ولكن هي اسهل كسنتكس ككتابه. فيلا بينا نروح الاول لجوجل كروم او اي براوزر يعني. نروح نكتب google.com، نعمل سيرش زي ما انتم شايفين، نعمل سيرش على بايثون، وبعد كده نروح للداونلودز، او نروح لبايثون دوت اورج. بعد كده ننزل فيرجن بايثون اللي احنا عايزينه. طبعا في الغالب هو هيختار، انت يبقى هو يديتكت في العادي الفيرجن اللي انت محتاجه، هو سواء هو ماك او ويندوز او ايا كان او لينكس او كده. بعد كده تروح دايس داونلود بايثون. حلو. او تختار الفيرجن اللي انت عايزها حسب انت محتاج ايه، وبعد كده نعمل سيف. ساعتها هنداونلود البايثون باكج. في طريقه تانية ان انت تستعملها، ان انت تنزل نفس الحاجه من التيرمينال، ولكن بالنسبه لي دي هتبقى ابسط طريقه، ان انت تنزل الباكج عادي خالص وتعملها سيف، بعد كده تروح تفتح الباكج دي او الانستولر سواء كنت على ويندوز او على ماك، وبعد كده تنزل. حلو. نفس الكلام بالظبط هنعمله في فيجوال ستوديو كود. هتكتب في اس كود. حلو. وتروح داونلود، بعد كده تختار النسخه اللي انت محتاجها وتنزلها من هنا. انا محتاج طبعا، هنا نحتاج نسخه ماك فهنعملها سيف او نسخه ويندوز. ماشي. كده احنا خلصنا اول خطوتين. لو عطيته في اي حاجه جست تعمل جوجل سيرش، هيبقى الموضوع بسيط جدا بالنسبه لك.